زملكاوي، هذا النادي الذي وصلنا معه لنقطة اللا عودة. ما بقاش ينفع، والله لو جيت تفكر تقول ايه؟ تعبان، زهقان، حاططني، مضايقني، قرفني، جايب لي القلب، جايب لي السكر، رافع لي الضغط. على دخلتك بعد جيبوا لي الدواء من الاجزخانه والنار. لكن احنا بنحب الزمالك بحالته العادية، بحالته انه بطل بيقع ويقوم وينفض هدومه. قوم يا دودوم نفض الهدوم، قوم يا دودوم نفض الهدوم، ويكمل مشواره ويتخبط ويترزع فيه ويكمل. طبيعي. اجمل ما في الزمالك انه طبيعي، مش مفتعل ولا مصطنع. لا والله. ولا عاوز يكسب على طول، ولا عاوز ياخد كل حاجه لوحده، ولا احنا بنحب ان هو يعمل كل حاجه لوحده، بالعكس. ايه ده؟ الزمالك طبيعي زي ما احنا بالظبط طبيعيين. الحاجه الوحيده اللي احنا مش طبيعيين فيها هي حبنا لهذا النادي الغريب وتلك التركيبه العجيبه. لا ابنك مجنون يا حاج. خلونا نرجع بالزمن ورا ل 37 سنة مع الربع الأخير من نهايات القرن ال19، تحديدا 1874 ميلاد جورج ميرزباخ. انت قاعد مش لابس بامبرز، روح البس بامبرز يالا، ده كلام فاضي. هذا الرجل اللي الإرث بتاعه اللي هو سايبه لنا ما زال بيطاردنا، أو ربما إحنا كمان بنطرده بالضرورة. لما سلم له على امك تيجي تشوف تشابه ملامح التأسيس وتقرأ على تمصير النادي والمعارك اللي دخلها رؤساء النادي وميرزباخ نفسه قبل وفاته في 1928 وقعدته مع الملك فؤاد في قصر عابدين. انتوا حسنة المجتمع وطفلة الحجرة حمار.